بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء. وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. عرس الأميرة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا يظهر من جديد، وسحر المستطيل الأخضر يطل علينا باللقاء التاريخي الأول، اللقاء العربي بنكهة وصبغة إفريقية. أهلي بنغازي بطل ليبيا المشوار الطويل يستضيف اليوم بطل مصر وإفريقيا النادي الأهلي المصري على ملعب الشاذلي زويتن بتونس. حوار كروي صعب به تفاصيل كثيرة. 90 دقيقة الآن بتونس، و90 دقيقة بعد أسبوع بالقاهرة، وبطاقة تأهل تنتظر بطل. كل الأمنيات الطيبة للبطل الإفريقي السوبر النادي الأهلي المصري بتحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب، وكل الأمنيات أيضا أن يخرج اللقاء في إطار من الروح الرياضية الطيبة، وأن يعبر عن بطلين كبيرين ينتظرهما جمهور عظيم وعريض. النهارده لقاء عربي خالص في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا. سريعا مشاهدينا هنذهب إلى تشكيلة الفريقين، وصاحب الضيافة النهارده فريق أهلي بنغازي اللي بيقوده فنيا الكابتن طارق العشري. بيبدأ النهارده بوسام البودي في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر طارق الجمل، أحمد تويرغي، أحمد علواني، عبد الرحمن العمامي. 2 هافات ديفندر من نيجيريا، موزيز أونكوما وجابسون سالمون. على الأطراف أحمد عيد عبد الملك وفرج عبد الحفيظ، والثنائي الأمامي سادومبا وأحمد زوي. أما تشكيلة الكابتن محمد يوسف والنادي الأهلي اللي بيرتدي القميص الأزرق والشورت الأزرق في هذا اللقاء، فبيبدأ بشريف إكرامي في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر أحمد فتحي، محمد نجيب، وائل جمعة، سيد معوض. 2 هافات ديفندر رامي ربيعة، حسام عاشور، وعبد الله السعيد، وموسى ايدان على الاطراف، والثنائي الامامي عمرو جمال ومحمد ناجي جدو. النهارده بيدير هذا اللقاء تحت طاقم تحكيم من المغرب بقياده الحكم الدولي بو شعيب لحرش، وبيساعده كل من مبروك يوسف وعبد الله محب، بينما الحكم الرابع هو مبروك منير. مباراة مهمة جدا جدا، حوار كروي صعب لكلا الفريقين الطامعين للوصول إلى دور الثمانية ودوري المجموعات. لقاء الذهاب 90 دقيقة أولى بتجمع ما بين الفريقين في اللقاء التاريخي اللي بقول لحضراتكم، اللي بيجمع لأول مرة بين أهلي بنغازي والأهلي المصري. مباراة في منتهى الصعوبة وبها تفاصيل كثيرة. ربما لقاء عربي بيمثل شمال افريقيا، إدارة فنية مصرية لأهلي بنغازي ممثلة في الكابتن طارق العشري، وممثلة طبعا في الكابتن محمد يوسف. جماهير أيضا قادمة من ليبيا إلى ملعب الشاذلي زويتن لمتابعة اللقاء، وأيضا جماهير النادي الأهلي المصرية اللي موجودة أيضا في ملعب الشاذلي زويتن. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي النهاردة أنه يحقق مباراة جيدة ونتيجة تفيده في لقاء الإياب إن شاء الله اللي هيقام بالقاهرة. كرة للأمام، أحمد توارغي على طول بيلعب كرة أمامية، ولكن بترتد ترجع مرة تانية من نصيب النادي الأهلي في الجبهة اليسرى. كل الأمنيات الطيبة النهاردة لعمرو وجده أنهم يكونوا على قدر المسؤولية. فريق أهلي بنغازي لأول مرة بيصعد إلى دور ال16 في دوري أبطال إفريقيا، وهي المشاركة رقم 8 ليه، بينما النادي الأهلي بيخوض اللقاء يمكن والمواجهة رقم 268 في الدوري الأبطال. كرة للأمام على طول، تمريرات هات وخد، عمرو جمال بيحاول يخترق ولكن توصل مرة تانية لأحمد فتحي يعمل كنترول. حسام عاشور لأحمد فتحي بيعدي على طول فتحي، توزيعات وتمريرات جيدة من لاعبي النادي الأهلي. ادي التمريرة الأمامية على طول، بيطلع من القلب عبد الرحمن العمامي. كابتن طارق العشري محافظ على تشكيلته الأساسية اللي بيلعب بيها كل اللقاءات، ولا سيما لقاءات دوري أبطال إفريقيا. بدأوا من الدور التمهيدي، تغلبوا على بطل تشاد 4-0 على نفس الملعب، وتلقوا هزيمة في تشاد 0-2. ادي كابتن طارق العشري، حضراتكم طبعا اسم من الاسماء المعروفة جدا جدا، شفناه وتابعناه وتألق وفاز مع حرس الحدود بالبطولات المحلية. كرة للأمام
على طول وائل في تدخل سليم جدا جدا توصل الكرة لشريف إكرامي. أيضا من صعوبة اللقاء في تواجد أحمد عيد وتواجد أكثر من لاعب مميز في تشكيلة أهلي بنغازي، ولكن إن شاء الله خبرات لاعبي النادي الأهلي تكون موجودة وحاضرة في هذا اللقاء. موسى عيدان يلعب على طول لسيد معوض، سيد لموسى، على طول يلعب تمريرة أمامية، التحام من أحمد علواني مع عمرو جمال. أدي أحمد علواني على طول بيلعب كرة أمامية ترتد من أحمد زوي، كرة في قلب الملعب. أحمد عيد على طول يحط تمريرة للأمام، ولكن سيد معوض على طول قاطع. أدي التمريرة الأمامية، وأدي الاستلام المرة دي الحلو من محمد ناجي جد، ولكن أحمد تويرغي على طول بيعمل تشتيت وإبعاد. ترجع مرة تانية عند رامي ربيعة، بيوزع رامي في الجبهة اليمنى، ولكن بتهرب الكرة من تحت أقدام أحمد فتحي وتخرج علشان تبقى رمية تماس. تغلب فريق أهلي بنغازي على بيركوم تشيلسي بطل غانا في لقاء دور ال 16 بالتعادل الإيجابي في غانا 1-1، ثم الفوز في لقاء الإياب 2-0. بينما النادي الأهلي زي ما حضراتكم متابعين تغلب على يانج أفريكانز بطل تنزانيا بنتيجة 0-1 في تنزانيا، ثم 1-0 في القاهرة، والفوز بركلات الترجيح. استلام في وسط الملعب، ادي موزيس انكوما اللاعب النيجيري اللي بيلعب بجوار جابسون سالمون، ايضا اللاعب النيجيري 2 محوري ارتكاز في وسط الملعب. النهارده الكابتن طارق العشري بيبدا باللاعب موزيس انكوما بديلا لمعتز بن عامر، اللاعب اللي هو قائد الفريق، قائد فريق بنغازي. محاولات وتسديده، ولكن تسديده سهله